بزاف د العيالات تواصلوا معايا في لي ريزو سوسيو كيطلبوا مني جيبي لنا سيده كانت ربة بيت وكيفاش خلقت لراسها حياه جديده واخا هي كانت ربة بيت. حيت حنا عندنا رساله مطالبين، عندنا رساله في الحياه، والرساله ديالنا ما كتوقفش على شحال ولدنا من الوليدات، واش مستقره بغض النظر كيفاش عايشه الحياه ديالك. انت عندك رساله وانا عندي رساله وكل سيده عندها الرساله ديالها. كيفاش تدخل المصروف، تعاون راسك يسك. عندك واحد الفراغ، وليداتك كيمشيو 8 ساعات للمدرسه، دونك نظم وقتك. كذلك ومثال حتى في السيده ملي كتبغي تعمل شي حاجه في الحياه ديالك يجي المقرب عمل لي كوموند راه فيهم، عمل لاشين راه فيها، ما كيشوفش الانسان شنو الطموح ديالو. قلت غادي تكون بنت الدومين، ما يمكنش تكون هاويه وتخرج من السيكتور. الحمد لله قريت العام الاول وشوف حاجه كتجيب لك حاجه واحده اخرى. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من انا وانتي. الحلقه ديال اليوم عباره على شنو؟ عباره على خطه لاي امراه ربة بيت بغات تخرج من وتيره ربة البيت، بغات تخرج تخدم، بغات تخرج تكتشف، بغات تخرج دير شي حاجه لراسها. السيده اللي معايا اليوم عاشت هاد لا سيتوياسيون بحالكم نتوما، بزاف منكم اختاريتوا وطلبتوا هذا الموضوع وانا جبت لكم. نتوما غير امروا بحال دائما، نتوما غير امروا وانا نجيب لكم المواضيع والسيدات اللي يشرحوا لكم من داخل التجربه ديالهم. لاله سلوى الرزيق، مرحبا بك. بارك الله فيك لا ياسمين. اسم على مسمى. بارك الله فيك. حيت غنهضروا اليوم على الرزيق ديالك. الحمد لله. ياك انا نقول لك بزاف د العيالات تواصلوا معايا في لي ريزو سوسيو كيطلبوا مني جيبي لنا سيده كانت ربة بيت وكيفاش خلقت لراسها حياه جديده واخا هي كانت ربة بيت، كيفاش خرجت من مرتبه ربة بيت الى مرتبه مراه عامله. ويمكن كاين اللي كيقول لي واخا ما تكونش قرات واخا ما تكونش هذا، المهم هذا الموضوع هذا مطلوب ومطلوب ومطلوب، وها حنا جبنا السيده اللي كتجسدوا. غندخلوا في التفاصيل اللي بغيتي. انا كنحترم كل سيده، لان كل سيده وبحال غادي نقولوا الافكار ديالها، وكل سيده والوضعيه ديالها في البيت، وكل سيده والمنطقه اللي هي ساكنه فيها. ما عندك صح. وي دونك الحاجه الوحيده اللي نقدروا نتشاركوا فيها هو على انها عندها رساله تقدر هذاك حقها. وهنا بغيت نقول لك شوف لاله ياسمين، في الاول كيجينا واحد النوع ديال التخوف، والعقبه اللي يقدر يجبرها الانسان في الحياه ديالو هو الخوف. وانا كنظن ما كايناش شي سيده اللي ما عمرها زعما عاشت واحد الحاله ديال الخوف. طبيعي. غير خصنا نتغلبوا عليه. باش نتغلبوا عليه اول حاجه كنشوفوا كنتبعوا الناس اللي ناجحين قبل منا. مثلا السيده اللي في الدومين ديال الخياطه، تشوف الناس اللي في نفس الدومين ديالها. هي مثلا كل واحد سبحان الله شنو عطاه ربي في الهوايه. الهوايه يعني واحد الهبه عطاها لك الله مختلفه. انت مشيتي من الهوايه ديالك الاولى اللي هي الطبخ. وهذه الهوايه منين خديتيها؟ الوغ حنا كما قلت لك لاله ياسمين مواليد 85، والوقت ديالنا اللهم لك الحمد كانت الجده كتربي والجد كيربي والعمه كتربي والعم كيربي والخال كيربي والخاله كتربي والجار والجاره كتربي، والهدف ديالهم هو الاحترام الاخر والبساطه في الحياه. تربيت في واحد الاسره اللي هي جد بسيطه، والحمد لله العيد بعيد والمناسبه بالمناسبه والاحترام الاخر. والحداقه المغربيه والاصاله المغربيه علمونا الثقافه ديالنا، الثقافه والدين ديالنا والهويه المغربيه ديالنا نحافظوا عليها. انا كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي ترعرعت في ذاك البيئه، لان الحمد لله شبعونا بكل ما هو علمونا المسؤوليه. انا صعيب كيفاش تينا مثلا ما تعلمتيش المسؤوليه وغدا ولا بعدو غتكون، لا كنتي راجل غتكون اب، ولا كنتي ام بنيته راه غادي تكون ام. كيف يعقل لما تربيتيش على المسؤوليه غادي تربي لي اجيال. الحمد لله اللي ربوا فينا داك الصبر، هيئونا من الصغر على الصبر. وهاد البيئه هذه راجل عندنا الحمد لله محترم، مسموع الكلمه ديالو، والراجل قوام في البيت. والمراه ماشيه بديك مقوله كوني له امه يكون لك عبدا. داك سيدي ومولاي وتاج راسي والناس ديال زمان غادي بطبيعه الحال كاين اختلاف. ولكن نرجعوا للموهبه ديالك، حيت هي اللي اليوم خرجت من الموهبه للضوء. وانت كديري دي انترفيو، كدوزي في لا تيلي، عندك قناه ديالك، عندك كونت ديالك في لي ريزو سوسيو. ما بقاتش سلوى داك المراه ديال الدار اللي كطيب لوليداتها ورجلها وصافي، ولا جاو عندها الضياف وفرحانه كتكبر بهم وفرحانه بالحق. في نفس الوقت
ذاتك احتاجت حاجه اخرى، ذاتك احتاجت تخرج للوجود. لا ياسمين، حنا في ديك البيئه اللي تربينا فيها كانت ملي كيكون المناسبه الحلوه ديال اللوز كتوجد في الدار، ما كاين لا تريتور لا حلويه، كتجبر خالتك متميزه في الملوزه ومرات الخال ديالك متميزه في الكعاب وعمتك متميزه في المحنشه، وملي كتكون المناسبه كيتجمعوا في دار وحده وكل وحده تبارك الله عندها النهار ديالها اللي داكشي تبارك الله بالقلب مسلم بالفرحه، راك عارفه المناسبات ديال شحال هذه كيفاش كانت كدوز، مره في هذه الدار مره في دار وحده اخرى. حنا ديك الساعه غير كنعاونوهم، كنقشروا اللوز ونوصلوا للفران غير مدوزين الوقت، ولكن كتجبرك تبارك الله راه بحال شربتي. دونك ملي مشينا للبيت ديالنا كيجيو الضياف ولا شي حاجه ما كنجيبوش من برا، كنوجدوا حاجه في البيت وكتكون فرحانه عاوتاني. غيجيو عندك الضياف راه غادي دوز واحد اليومين وانت واقفه بكل الحب بداك الشيء سبحان الله من الداخل. وي جا واحد النهار، شوف التخصص ديالي كما قلت لك اللي عملته في مدينه روتردام، واللي مني جيت هنايا جيت حامله، دونك الحمد لله استقريت، وصلنا داك لوبجيكتيف اللي مشينا حنايا عليه، دوزنا بزاف ديال راك عارفه خصك تانستالا، خصك البنيته ديالك ولدت بنيته ديالي الثانيه، خص البنيته تاخذ الحنان ديالها حتى عملت 3 سنين. ملي عملت 3 سنين هذاك الدبلوم اللي جبته معايا حاولت على انني نعززه، عاودت نفس الفورماسيون ديال ايدوكاتريس دو بريسكولير، كل شيء كان مزيان، كل شيء على ما يرام. شاءت الاقدار على انني ما نتجهش في ذاك السياق، وسبحان الله العظيم بديت كنشوف راسي شنو هما الحويجات اللي كنعمل. كانوا اول حاجه الفكره ديال العائله ديال الوسط، هما كتقول لي تينا تبارك الله عليك عندك مع الطبخ، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وانت العليم الحكيم، فحاول على انك تعمل لي كوموند، هما كيهضروا معاك بحال هيدا، يعني كيفاش تدخل المصروف، تعاون راسك، عندك واحد الفراغ وليداتك كيمشيو 8 ساعات للمدرسه، دونك نظم وقتك هادي، اعمل لي كوموند. وهنايا بغيت نقول بحال داك الطفل او التلميذ اللي كيقرا، يعني الولد ولا البنت ملي كيقرا كنبغيوه مثلا اما يدخل الميديسين ولا يعمل كنقرروا في بلاصتو ولا شي حاجه، يعني بحال كاين واحد المهن اللي كخصنا نعملو كذلك. ومثال حتى في السيده ملي كتبغي تعمل شي حاجه في الحياه ديالك كيجي المقرب عمل لي كوموند راه فيهم، عمل لاشين راه فيها، ما كيشوفوش الانسان شنو الطموح ديالو. دونك انا كنقول تبارك الله على اي سيده كتعمل الكوموند، والناس اللي كيتعاملوا مع الناس اللي كيعملوا لي كوموند مع السيدات يقدروا الوقفه ديال الكوزينه وتكون فخوره بنفسها، لان هذا ميساج، ودائما تكون مفيكسيه على ما بعد الكوموند. الا كانت خدامه في البيت ديالها وسط المملكه ديالها مع وليداتها كتربي وليداتها وفي نفس الوقت كتعمل لي كوموند، فهذه شي حاجه اللي هي مزيانه، ولكن دائما تحاول على انها تكون ان شاء الله مع الوقت غادي يكون عندي المحل ويكون عندي الناس دائما تعطي راسها واحد. وانت فاش كانوا كيقولوا لك واحد اجي دير لي كوموند ما كنتيش كتبغي؟ ما كنتش كنبغي، لان سبحان الله العظيم كل سيده والطموح ديالها مختلف. كاينه اللي غتجيها فكره مزيانه وتقول لك فوالا، خصوصا اللي كانت اجتماعيه وعندها مع الناس وهذه انا كنشوف راسي كيفاش عامله حدوديه، حقك نعطيه لك وحقي تعطيه لي. دونك بديت كنفكر، ما نقولكش فكرت شنو انا عليه دابا الحمد لله والو، على انني في بدايه الدرج، ولكن بديت كنفكر من بعيد. قلت غادي نخرج من هذا الدومين، اول حاجه ما خصنيش نكون هاويه، خصني ندوز من هاويه احترافيه. اوكي، دائما هذه هي الدرجه الاولى، هذه الدرجه الاولى. وضغطت على قلبي الحمد لله مع وليداتي، لان ليس بالسهل لاله ياسمين تكون ربة بيت كتفيقتينا الاولى وتنعستينا الاخرى ومسؤوله 100% على البيت ديالك، تدي وليداتك المدرسه وتجيبهم من المدرسه وتحفظهم وتستقبل لي الزوج ديالك، يعني كل شيء عول عليك. داك السيده اللي ما كتحركش من البيت ديالها، ماشي معنيت على انك ما تعملش لي كورس اكسيتيرا، ولكن السيده اللي مكرسه وقتها لدارها، الحمد لله عايشه 100% للبيت ديالها. وهذه بحال اللي كنقول لك بكل الحب ديال المسؤوليه. ولكن مني كتبغي تخرج من الظلمات الى النور، تضيف واحد الاضافه وهذاك حقك، خصك اول حاجه تنظم الوقت ديالك، لان ما يمكنش نبنيو شي حاجه ونهدموا واحد الحاجه اللي هي اساسيه اللي هما التربيه ديال الوليدات. كيف يعقل انا غادي نمشي مثلا تونجاجا في واحد الحاجه من بعد ما كنت متفرغه 100% في البيت ديالي وكنعطي الوقت لوليداتي وكنديهم من المدرسه، لان ديك امانه، ونجيبهم من المدرسه ونبدل اللي غنبدل له. انت عارفه راك عارفه المسؤوليه اللي عندنا، غادي تجي وتقلب كل شيء 180 درجه، ما يمكنش. الحق في نفس الوقت بغيتي انت ديري كل حاجه مقنه بحال اللي قلتي. اول حاجه درتي فورماسيون، وي قلت غادي تكون بنت الدومين، ما يمكنش تكون هاويه وتخرج من السيكتور. الحمد لله قريت العام الاول وشوف حاجه كتجيب لك حاجه واحده اخرى.
ولكن هنا لاله ياسمين بغينا نقولوا حيت كنجبروا 10 الناس عملوا واحد الفورماسيون، 3 منهم تبارك الله قفزوا واحد القفزه نوعيه، و7 باقيين ما عارفينش راسهم شنو خصهم، واش يعاودوا الفورماسيون، واش هذه كاينه اللي كتقول لك هو ضاع لي غير الفلوس وضاع لي غير العام. انسان يكون عنده ان اوبجيكتيف من الاول، محدده الهدف ديالي، عارفه راسي ديك الطريق اللي كنديها ونجيبها. انت كنتي عارفه راسك بغيتي تمشي تقري بلوتار، نمشي نقرا في الاول بعدا قبل ما نوصلوا، وما كنتيش عارفه علاش بغيتي تقراي. قلت لك عندك واحد الطريق سبحان الله بحال كتعمل درجه وربي كينور لك البصيره ديالك. عندك الصح. يعني يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، حيت اي حاجه كنعملوها ابتغاء لوجه الله. حيت حنا عندنا رساله، مطالبين، عندنا رساله في الحياه، والرساله ديالنا ما كتوقفش على شحال ولدنا من الوليدات، واش مستقره بغض النظر كيفاش عايشه الحياه ديالك. انت عندك رساله وانا عندي رساله، وكل سيده عندها الرساله ديالها، والحياه كتختبرنا لاله ياسمين. ومني كتختبرك ما كتسقسك شحال عندك د الوليدات. لاله ياسمين بغيت نقول لك شحال من سيده، بما اننا حنا كنهضروا على ربات البيوت، شحال من سيده كانت معززه مكرمه داخل البيت ديالها، كيوقعوا ظروف، شاءت الاقدار بين ليله وضحاها تليفون يقدر يغير لك الحياه ديالك. وحنا ما كان المؤمن مصاب، الحمد لله والشكر لله على اي حاجه كيعطيها لنا الله، والتقبل ديالنا للقدر يغير القضاء 180 درجه. كيفاش تقبلناه؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ولكن راه صعيب باش تعيش تكون في واحد المرحلة ديال الراحة وتنتقل لمرحلة مثلا كنتي حتى انت الحويجات ديالك متوفرين، مسؤول على شخص، يجي واحد النهار تكون مسؤول على نفسك وتقدر ديك الأسرة تكون مسؤولة عليك ولو بواحد الجزء. باش قلت لك الحياه كتختبر. انا كنفضل اي سيده، حنا الحمد لله الرساله ديالنا في الحياه راه واضحه، ولكن كنفضل خاصه في الوقت ديالنا الراهن اي سيده من وليداتها عندها كيمشيو للمدرسه 8 ساعات تستثمر في ذاك الوقت، راه هو اللي غادي تربحو، هو اللي غادي يقدر يوقف معاها، يقدر يكون معها سلاح، مع وليداتها تسلح به. فوالا، والعلم والمعرفه راه سلاح لاله ياسمين. سلاح. وفريمون بحال اللي قلت لك الحياه كتختبرك، ملي كتختبرك ما كتسقسيكش واش عندك وليدات واش كتكون انت بدك مطالبه على انك توقف، مطالبه على انك تجند. باش غادي تجند؟ انا هي ديك الحادقه ربات البيت اللي والده وكنعرف نعمل شغل د البيت، واخا لا منك عدد، ولكن شنو هاد السيده شنو غادي يكون المصير ديالها من بعد ما كانت تبارك الله عليها اميره في البيت ديالها؟ الوقت غير الوقت، والزمن غير الزمن، والناس غير الناس. شنو غتجبر؟ جبر علاقتك مع الله، الحمد لله والشكر لله. وشنو قدمتي لنفسك؟ وانت قدمتي لنفسك لا فورماسيون، الحمد لله الحمد لله. دونك خرجتي، قلتي السيده اللي بغات تخرج من النور، من الظلمات الى النور، بعض المرات بحال الا كتدفع، واخا ما كيكونش اختيار داخلي، بحال الا كتدفع تخرج من الظلمات الى النور، كتولي بحال كنقولوا بالدارجه كتساس من الظلمات الى ياك. لا ماشي بالسهل، ملي كتقرر على انك تبدل الحياه ديالك راه ماشي بالسهل. اول اشكال كتجبر، انا ملي كنتكلم معاك من يعني كنعيشك الظروف اللي عشت فيها انا، واللي تقدر اي سيده كتفرج فيها تكون عشتها او كتسناها. ولكن هنا بغيت نقول لك، شوف، مني كتكون مكادريه نفسك وعندك البيت ديالك ووليداتك والمملكه ديالك الصغيره، والعقل تانس على انك كتنظم بيتك، هذه مسؤوليات اللي هما فعلا راكي مسؤوله وكتقوم بواحد العمل اللي هو جبار، وخصك تكون فخوره بنفسك. ولكن كتكون عندك واحد الشحنه في الداخل ديالك، كما قلت لك الوليدات كيبداو يكبروا، وهادو وليداتنا ماشي ملكنا. سبحان الله، بحال كنقولوا الوليدات هما مسؤوليه جاو بطريقنا، ولكن باش يعيشوا الحياه وحده اخرى. احنا ما كنعيشوش ليلهم وهما ما كيعيشوش لينا، بغض النظر على داك الرابط اللي كيجمعنا به الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثل الثقافه ديالنا والهويه ديالنا المغربيه، احترام الوالدين الوليدات، هادشي كلشي فوق عندي الراس. واحد السؤال لاله سلوى، كيفاش عشتي الخروج للخدمه؟ وليتي عندك التزامات ديال العمل، وليتي كتمشي ديري لي فورماسيون للناس الاخرين، وليتي عندك طون سالير، كيفاش عشتي هادشي كامل؟ وتا حاجه ما كتجي مره واحده، الحمد لله. انا قلت لك ملي كتعمر الوقت ديالك طبيعه الحال ماشي كنتي اليوم
المملكه ديالك وغدا غتقول لهم بسلامه صافي. مم. ولكن مثلا عندنا 7 ايام نعمروا 2 نهورات 3 نهورات في الاسبوع، دائما كنمشيو بميثود دو كايزن. ما يمكنناش نمشيو كل نهار نعمروه، سينو غادي نتغلبوا، غادي الدار والشغل راه يمكننا ننظموه، يمكننا نفيقوا بكري نوجدوا شي حويجات. هادشي اللي كنتي كديري. وي كنعيشوا نفس الدور اللي كتعيش السيده تبارك الله عليها، المراه المغربيه اللي جامعه ما بين الدار ديالها وما بين العمل اللي نافع البلاد والعباد. شنو الفرق ما بين ديك السيده تبارك الله عليها امنت بنفسها وتجندات، او كاينين كذلك ومثال هو النورمال وخاصه في الوقت ديالنا. وحتى انا مثلا خوتي راه نورمال كتقرا كتمشي لا فاكولتي كتخرج، ولكن الحمد لله وشكر لله شي مرات كاين اللي كتزوج بكري. مع ذلك كيبقى تابعك هذاك الحمل على الكتفين ديالك. هنا باش كنقول لك كتبغي تخرج من الظلمات الى النور. الظلمات هو ماشي بنفس هذه، ولكن داك الشحنه اللي عندك في الصدر ديالك، الشحنه ديالك كشخص ديالك فوالا حمل على الكتفين ديالك. مدابزه غير مع وليداتك امتحانات ديالهم هذه، مع ذلك ما عندكش واحد الراحه. ملي كتبغي تنعس كتبقى تكونترولي راسك. والانسان اللي هو متصالح مع نفسه راه كيكونترولي راسو. واش غوت على بنتي، واش هذه، واش اليوم عملت لي دوفوار ديالها مزيان، داكشي. وليداتك كيكتبوا وانتينا جالسه قدامك. وكأن زعما انتينا اللي كتسير كل شيء، كتسير كل شيء، وهذه صعيبه. وي. عطيتي بزاف، عطيتي اكثر من القياس للدار. لا الحمد لله. نو اي حاجه قدمتها لهم يستاهلوها بكل حب. انا خليش واش هما كيستاهلوا ولا ما كيستاهلوش. انا ما كنهضرش على مثلا قلتي لي قبل انا كنكون واقفه وفرحانه وليداتي عطيتهم يستاهلوا، معلوم. ولكن واش كان هذا لو باركور هذا تقدري تبدايه قبل؟ واش كنتي تمنيتي تبدايه قبل؟ لا الحمد لله ما نتمنى نغير حتى شي حاجه. عرفتي علاش؟ حيت الانسان العصامي مني سبحان الله العظيم كيعمل واحد لوبجيكتيف وكيفيكسي عليه كيوصل. ما معناتها انسان عصامي. كاع الظروف اللي قدامك ما كتساعدكش، وما كاينش المشجعين، كاين غير المحبطين. كيف يعقل انت تبارك الله عليك كنتي حمد الله بحال اللي كنقولوا اللهم لك الحمد. هذه مره كتعمل دي فورماسيون كديفلوبي نفسك كتشي كلشي مزيان، جيتي اتجهتي مشيتي لمواقع التواصل الاجتماعي. هنا غيبداو علامات استفهام بزاف. كيفاش عملتي له من المحيط القريب في وسط قلب البيت ديالي؟ وي كيفاش. وهنايا بغيت نشكر الزوج ديالي. الزوج ديالي رجل مغربي محض. حنا كنعرفوا الرجل المغربي راه تبارك الله عليه قوام، كتجبروا في الوقت ديال الحزه، محترم المراه الى غير ذلك، ولكن غير مشجع للمراه. والحمد لله انا دائما اطاشي كنقول لك من دائما كنسمع للسيدات اللي ناجحين، حيت الا بغيتي تنجح في الحياه ديالك خصك تموتيفا من السيدات اللي قبل منك. كنسمع تبارك الله برامج السيدات واصلين ما شاء الله عليهم كيتعطى لهم السلام في الخدمات ديالهم، كتجي لقلب البيت ديالها كتسمع من عند الزوج واش كتصنعني الصواريخ. دونك حتى انا ماشي مشكل واخا قبلتيها. سمعت السيده واحده اخرى دونك انا ماشي مشكل بطبيعه الحال قبلتها. وكان كيكون عندي زعما واحد عرفتي مدابزه ما بين واش غنصور واش غنمونتاجي واش نهز بيسي واش هادي، كنحاول داك الحيله احسن من العار ومفيكسي على لوبجيكتيف ديالو ما كتهرسني حتى شي هضره. وكنقول الحمد لله اللي ربي عطاني القوه. النهار اللي سمعت تبارك الله عليك انت ما كنتش محتاجاها، ولكن كنشكروا على الثقه ديالو. لان الثقه كتبني علاقات والعكس ديالها كيهدم علاقات. دونك بديتي من القناه ومن بعد في نفس الوقت كانوا لي فورماسيون، ومن بعد فوقاش خرج هذا الشيء الوجود؟ خرج هذا الشيء الوجود سبحان الله العظيم. في الاول لاله ياسمين واخا كنت كنديفلوبي نفسي الى غير ذلك، قناه هذه بحال ما كنتش كانت واحد شويه ديال الضباب. حتى هذا العام الاخر عاد عرفت علاش كان داك الضباب. وي انا باش بغيت نقول لك تقبل ديالنا الامور، اي حاجه الله كيعطيها لنا الا ولا عندنا فيها خير. وملي كنتقبلوها كنقولوا الحمد لله يا سيدي ربي وكناجي والله يا ربي ما عندي من غيرك. مادام تينا عطيتيني ديك الحاجه انا قابله بها، غادي يكون عندي فيها خير. كتناجي الله سبحانه وتعالى. حيت حنا مرجع ديالنا الهي. شكون اللي كاين اوقات اللي ما ينفعك حتى شي واحد، بالاب ديالك بالام ديالك بوليداتك بكل شيء ديالك كتنفعك جوج حاجات، صحتك والله علاقتك مع الله. هنا سبحان الله العظيم كدوز من واحد الامتحان. وهنايا
مريم العذراء في سورة مريم كان جاء المخاض وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالابتلاء ابتلاء صعيب. وجات موراه الآية وهزي بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا. وكأن الإنسان، أنا ماشي أستاذة ديال العلوم الشرعية باش غادي نفسر القرآن، حاشا ومعاذ الله، أنا آمة الله كتجتهد الحمد لله وراحتي، وكنقول الحمد لله يا سيدي ربي لأنني تشبت بحبل الله سبحانه وتعالى. فاش قلتي كنت في الضباب ودابا عرفت، بمعنى انا كندير هادشي كله ولكن فين غيوصلني هي هذه، ما كنتيش عارفه فين غيوصلك. كيجي واحد الامتحان اللي انا باش قلت لك الانسان يتقبل الابتلاء. الحمد لله، اللهم لك الحمد في الضراء صبرا وفي السراء شكرا، ولكن مع السعي ما يمكنش نربع يدي. فكيبداو يبانوا لك كتخرج وحده قويه من الداخل ديالك، ولقيتي راسك مسلحه باش تقاوم. وي عندك لا باز، وغتخرج من السيكتور. ومن خرجت من السيكتور سبحان الله حاجه كتجيب لك حاجه واحده اخرى. اللهم لك الحمد. اليوم كتعطي دي انترفيو، حتى كتشاركي في قناه الاولى ياك، كيفاش طاحوا عليك؟ ربي صيفطهم لي الحمد لله. كتشاركي معهم باين صفه؟ وصفات شاف. ما عمري لاله ياسمين كنت كنظن، انا كنقول لك من ربة بيت معقوله الحمد لله. ياك قلت لك الحمد لله ملي كتقدم شي حاجه كتقدمها بحب، ولكن مأمنة بنفسك على ان ديك العمل اللي كتعمله ماشي حيت خدمتي البيت ديالك راك طيحتي من قيمتك، ولا ابدا، بالعكس ديك واحد حاجه كترفعك. خاصه لو كنتي مقدره نفسك، حيت لو ما قدرتيش نفسك، هذا الكلام من مرأة لمرأة، الا ما قدرتيش نفسك ما كاينش اللي يقدرك. حيت كل واحد كيقول راسي يا راسي، وتهضر يقول لك ايوا صافي ارتاح، عييت ارتاح. ماشي بوحدك كديرها، العائلات كلهم كيديروها عادي. ولكن قدر لي نفسك، ومن تعمل حاجه عملها بحب وتفكر لي نفسك، عيش من اجل نفسك ومن اجل الاخر، جمعهم اون باراليل. غادي تحس بالراحه. شي ديك الشحنه اللي كتكون عندك كتكون مدابزه مع امتحانات دوليداتك وداك لو تراك، وهنا كانك انت هو زعما داك الامير الناهي. ابدا، كلشي د الله سبحانه وتعالى. نهار اللي كتراجع نفسك كتقول ربما انا كنت غير كنخربق، هادشي راه غيمشي بيا ولا بلا بيا. معلوم معلوم غيمشي بينا ولا بيان سور، ولكن شنو بيدي انا؟ بيدي الحمد لله تكون تينا عندي واحد الرساله واحد ميساج. قبل ما نبداو الحلقه قلتي لي واحد الكلام جميل جدا. قلتي لي السيدات ربات البيوت كيشوفوا راسهم من طينه وكيشوفوا العيالات اللي خدامين من طينه اخرى، وانتي دزتي من واحد الدومين اللي هو فامو فويي، ربة بيت، من طينه لطينه اخرى. وقلتي لي هي راه في الحقيقه ماشي الجمع ديال طينه، هي جوج ديال الطينات مختلفين، ولكن هي وحده. وانا شنو امنت في قلبي ما بقاتش راه كل وحده فينا مصنوعه من شكل. طبعا مثلا ديك النظره هذيك اول حاجه كيكون الانسان باقي صغير، باقي ما دخلش الحياه، 20 عام راه ماشي 30 عام، 40 عام راه ماشي 50 عام. راه كيقول لك عيش نهار تسمع اخبار، وعيش شهر تعيش تجربه والى غير ذلك. دونك فعلا في الاول كيجيب لك الله بحال انت خلقتي من داك المهنه، والسيده او السيدات الاخريات خلقوا مهن واحده اخرى، هذوك راه خلقوا ديك المهن، دونك انت ما تقدرش عليها. هذا راه غير الشيطان والعياذ بالله. الانسان اللي ما مامنش بنفسه هو اللي يقدر يطيح في البياج هذا. ولا انا صافي هذه 10 سنين 15 عام وانا مقابله داري ولادي، اش غنخرج ندير؟ منين غادي نبدا؟ غتبدا من داكشي اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. انا قلت لك قبيلاتي موهبه اللي هي هبه، راه الله سبحانه وتعالى. الهبه راه واحد الحاجه اللي ما شاء الله يدخلوا الناس يبحثوا عليها في جوجل يشوفوا شنو الهبه. الهبه شي حاجه اللي كتعطى من عند الله سبحانه وتعالى، وما كتعطاش من اي واحد. كاين اللي عنده مع الرسم، كاين اللي عنده مع الفيزياء، كاين اللي عنده مع ماده الرياضيات، كاين اللي عنده مع الميديسين، كاين اللي عنده مع الخياطه، كاين اللي عنده مع الطرز. كل واحد كيفاش كيحقق ذاته. وهذا الاختلاف اللي عطانا الله سبحانه وتعالى به باش كتمشي الارض. ما يمكنش يكون كل شيء عنده نفس المستوى ونفس المهنه، بالعكس. وكاينه عاوتاني كذلك، ومثلا حنا كنهضروا على ربات البيوت، وكاينه اللي هي راسها كتقول لك انا كنشوف راسي في البيت ديالي من حقها الا كانت هي المهم تكون مرتاحه وشبعانه. اكيد فوالا، ماشي
حيت السؤال اللي جا هو انا ما مرتاحش وانا ربة بيت، عاونوني كيفاش نخرج، قولوا لي وريوني الطريق. بغات تعاون راسها. شوف لاله ياسمين، راه لا ما عاونتيش راسك ما غيعاونك حتى واحد ابدا. واخا يبغي العالم والعالمين يصنعك، ولا ما كنتيش تنبغى ديك الطريق ما يقدرش. واخا يبغي العالم والعالمين، هذه عن تجربه، يفشلك ما غيفشلكش. واخا سبحان الله العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى غتقوى شي داكشي كامل، داك الطاقه كامله اللي كيعطيوها لك بفضل الله غترجع قوه. علاش؟ لانك مامنه بنفسك، محدده لوبجيكتيف ديالك، عارفه علاش خرجتي. عندك مثلا 3 ديال الساعات في نقولوا 9 ساعات قسمهم على 3 ايام، ما كنخرجوش قلت لك كل نهار، سينو يكون عندنا اعباء. راه النظام مؤسس الحياه. دونك اولا الا بغينا نعطيو الخطه لاي امراه بغات تعيش واحد المرحله جديده في حياتها، كانت ربة بيت وبغات تعيش حاجه اخرى، اولا تشوف شنو كتبغي، ما تخممش في الفلوس في الاول، لا ابدا، تخمم شنو كيعجبها، شنو كتبغي، هذه الاولى. ثانيا تقرا اكيد. اذا خاص صبر، خاصك الصبر، خاصك الجهد، خاصك الوقت، خاص تعطي لراسك الوقت. ما تكونش انا اللي بغيت ما بقيتش بغيت نولي ربة بيت 100% دو جور لوندوما غنولي حاجه اخرى. هذا غلط كبير. هي غتكون ربة بيت، وراه السيده اللي كتشتغل عامله تبارك الله عليها وما شاء الله عليها، راه كلنا ربة بيوت، مرجع ديالها البيت ديالها. هذيك فطره مسؤوليه فينا شئنا ام ابينا. نهار اللي كنسنيو عقد تنازل ما بينك وبين الزوج ديالك، اذا صافي. هذه سبحان الله. وخاصه حنا السيدات المغربيات ما يمكنناش عندنا ولادنا وراه كتجبرك انت مسافره، عندك واحد تورناج ولا شي حاجه بحال اليوم، البال ديالك فين هو؟ مع وليداتك، واش خرجوا من المدرسه، واش التليفون مع الام ديالك. الى هذه سبحان الله واحد الحاجه، وكنكونوا فخورين بها لان كنوريو ميساج للوليدات. حيت المراه كتولد ما يمكنش تعمل شي حاجه، ولكن تبارك الله كما قلت لك المراه المغربيه راه ما شاء الله عليها. دوك نعطيوها لا في دو غوت. وي، اول حاجه كنامن بنفسي بالقدرات ديالي، كننظم وقتي، ما عمري كنخرج من اجل المال لان غادي نعيا. راه كتكون ديبلومي ديالك تبارك الرحمن، ماستر، اجازه، دكتوراه، وتمشي في واحد الوقت اللي هو وجيز تقدم شي مهنه، راه ما غاديش يقول لك مرحبا بك كنا كنتسناوك. ضروري تقدر تخدم شي خدمه واحده اخرى اللي هي ماشي التخصص ديالك، ولكن عندك فيكسي على لوبجيكتيف ديالك غتوصل له ان شاء الله توصل. دونك في الاول كنزرعوا موسم الزرع اللي هو التعلم، موسم الحصاد عاد الانتاج. اكزاكتومون. اليوم انت مدرسه ياك، فورماتريس. الحمد لله فورماتريس. وفي نفس الوقت عندك القناه ديالك، وفي نفس الوقت كتشاركي في الوصفات في الاولى. فين باغا تمشي؟ شنو لي بروجي ديال فين مازال بغيتي فين بغيتي توصلي؟ هو سبحان الله العظيم الحمد لله بغيت نمشي او نوصل لكل ما هو خير. كل اي حاجه كنتمنى الله اي حاجه عندنا فيها الخير ياتيها لنا الله سبحانه وتعالى. وهنا بغيت نقول لك نرجعوا عاوتاني الحمد لله لمكتب الله سبحانه وتعالى. كما قلت لي كما قلتي كتكون مقدمه ديال في القناه الاولى كتعطي وصفات مع باقي الشيفان في برنامج. وكتشارك كذلك مثال الوصفات ديالك في الصفحه ديالك. هذيك زكاه العلم ابتغاء لوجه الله، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وانت العليم الحكيم. كنشكر المتتبعين ديالي لانهم فريمون ديك الدعوات وداك الشيء الحمد لله بعد رضا الله ورضا الوالدين هي اللي واقفه معنا. والانسان راه ما تصورش كلمه طيبه شنو كتعمل في الانسان. بصراحه ما كنتش، ولكن المسيره باقا غاديه، باقا الحمد لله. حاليا دابا ان شاء الله في دراسه ديال واحد المشروع اللي هي الفكره ديالي. الله يكمل بالخير، بارك الله فيك. ولكن بطبيعه الحال تكون شركه لان ما يمكنش نعملوا شي حاجه بوحدتنا. وقبل ما نفكر احنا باقي فيها، يعني تكون بنت الدومين. كاين اللي يقول لك حل باتيسري، كاين اللي يقول لك حل ريستو، حل قهوه. فكرت في الطريق ديالي في سبحان الله الشريط ديال الحياه ديالي شفتو امامي، وفكرت في منين دوزت شنو احتاجت الوقت اللي كنت كنديفلوبي نفسي، شنو احتاجت، شنو ما حويجات اللي كنت كنقول نصاب نجبرهم. دونك بقيت في التخصص ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا في دراسه ان شاء الله وتيخرج. شنو احتاجيت فاش في المواكبه ولا في الماتيريال ولا في سوربريز؟ بزاف الحاجات وي. يعني بدل ما نفكر في داك نقول مشروع اللي هو شخصي تبقى في هذه، ولكن فكرت واحد المشروع اللي غادي ينفع السيدات وينفع البلاد وينفع العباد، ونبقى في الدومين ديالي في منطقه الراحه كما انا كنشوف نفسي الحمد لله. بحال اللي قلت لك في الاول عمل
لي كوموند، انت كتربي وليداتك ما كتشوفش راسك في لي كوموند، مع احترامي السيدات اللي كيعملوا لي كوموند. حل باتيسري وانت ما كتشوفش راسك في باتيسري، حل قهوه، حل مطعم، ما كتشوفش راسك، كتشوف راسك في واحد الحاجه اللي سبحان الله عطاها لك الله. لا وي هنا واخا تزير علينا شويه، نعرفوا على ان النهار اللي غيعطيها لنا الله سبحانه وتعالى كتقول الحمد لله. انا العام اللي فات ما كنتش كنفكر وي كيفاش وي هنا باش كتعرف احنا مرجعنا الهي. ما كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى. ان يعلم في قلبكم خيرا يؤتيكم خيرا. هي كتكون غير البارح ما خممتش في هادي، فما بالك العام اللي فات ما كانش. ولكن لاله ياسمين باغفوا الانسان راه ما كيكونش عنده المرجع، ما عندوش فين يرجع للوراء. صافي كيقول كيزيد يكسير يخرج احسن ما عنده، لان ما عندوش الاختيار. الا وصلت السيده لهذا الاحساس هذا وهذا الشعور هذا، تعرف على ان الحمد لله الخير قادم للامام. الحمد لله. تعرف على ان هذيك الطريق هي اللي عندها فيها الخير. هو ديك صافي تكون مزيره عليك من جميع النواحي، من جميع الجهات. هنا فين كيجي الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيفتحها، هو اللي كيفتحها بالطريقه ديالو الخاصه. ولكن حنا علينا السعي، حنا مطالبين بالسعي. وصلنا للخر ديال اللقاء ديالنا انا وياك. عطيتيني بزاف د الراحه لاله سلوى، والله العظيم عطيتيني السكينه والراحه. الحمد لله. وعندنا واحد لو ريتوال كنطلب من السيدات فاش كنساليو هاد الدردشه اللي دازت بيناتنا، كنبغي السيده اللي معايا تشوف وجهها وتهضر معاه وتقول لي شنو دات معاها من هاد الحوار. بسم الله. بسم الله. لاله ياسمين، شوف الوجيه تبارك الله ديالك. نشوف بارك الله فيك لاله ياسمين. الحوار كان معك وكانني جالسه معك في البيت صراحه. الله شحال وحنا مبروغراميين ما عاد ربما ما كانش الوقت مناسب، لان ما كنتش في واحد، ما كنحسش بواحد الراحه باش نجي نشارك معك كلام من القلب. ونهار اللي كتب سبحان الله العظيم جيت وفي الطريق كان غيوقع الديكالاج ديال البوراق اكزاكتومون، وتيسرت من عند الله الحمد لله، وجينا في نفس الوقت. فصراحه دازت الدردشه زعما سلسه الحمد لله، وحسيت بالفخر وكنقول الحمد لله، لان هادشي كيأكد على انني عندي رساله واضحه للسيدات، وهذا هو الهدف. الحمد لله. الحمد لله. ربي يخليك لاله سلوى. بارك الله فيك. شكرا. بسم الله. تبارك الله عليك، والحمد لله على اختبراتك الحياه، وكنتي قدام واحد المسؤوليه اللي ليست بالسهله، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل التربيه ديالك اللي تربيتي، وبفضل على انك كنتي دائما مأمنه بنفسك وكتبغي الخير للآخر، فربي سبحانه وتعالى نصرك وعطاك كل ما هو خير. فكنقول من هنا كنقول الله شكرا علنا، شكرا لانك وقفتي معايا، شكرا لانك نصرتيني، لانني دزت بظروف ليست بالسهله، وشكرا على انك نورتي لي البصيره ديالي وخرجت سلوى اللي قويه الحمد لله. والقوه ديالنا كان ولله المثل الاعلى كناخذوها من عند الله سبحانه وتعالى. نقدر نقول على انني فخوره بسلوى بالمراه المغربيه الحره، والله يكمل على كل سيده بالخير وبالتيسير. واي سيده كتشوفنا اليوم لاله ياسمين، بغيت نقول لها راك تبارك الله عليك مراه وقاده، بكونك على انك مغربيه، والسيدات اللي عربيات واوروبيات يكفي على انا قلت لك انا امراه حقوقيه. يكفي على انك خلقتي انت امراه. ما تنساليش راسك، ما تنساليش راسك، وتصالح لي مع نفسك كيف ما كنتي برغم الظروف اللي دوزتي منها. دابا حنا شي مرات كتجبرنا مخبطين غير مكتب وقاع هذه راه كاينين الناس لا حول ملي كتخرج من السيكتور كتشوف كتقول الحمد لله. مع ذلك كيعجبني ناخذ من عند السيدات، ناخذ القوه، ناخذ القدوه. مني خرجت لاله ياسمين بروف ديال كنعطيو لي فورماسيون ديال الطبخ المغربي، راه تبارك الله ما تشوفش كيفاش كيدوزنا لاتولي. يعني كل سيده والقصه ديالها، كل سيده كتعطيك، هي كتعطيك وانت كتاخذ منها. فكنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنشكرك بزاف. الله يسهل على كل سيده، الله يسهل عليك، وتبارك الله على البرنامج ديالك ما شاء الله بكم عليك. والله العظيم بكم وبثقتكم وبحضوركم، والله العظيم لاله سلوى. عليك بالخير، ونشوفك ان شاء الله دائما من الشام الحسن الاحسن. ميرسي بوكو.
وذاك الكلمه الشهيره اللي بقات بيناتنا واحد 3 سنين فاش دوزت معاك في لا راديو. شحال هادي؟ وي شنو قلتي لي؟ قلت لك خلينا نشوفوك. وي خلينا نشوفوك بعد المره ان شاء الله. انتنا اللي غادي نشوفوك ان شاء الله مني غتكون انطلاقه ان شاء الله. ربي يخليك. نشوفك ان شاء ميرسي الله بوكو. معنا. وي ان شاء الله نجي نتعلم عندك. راني مرحبا بك. والو في الطبخ. بالعكس غنجي بالعكس اون حنا في نفس المدينه في طنجه بجوج. بالعكس لاله ياسمين، الا كنتي ما عندكش مع الكوزينه فهذا ليس بمعيار. عندك مع حويجات اخرين واخا، ولكن ما فيها بس. كأم مغربيه بغيت حتى انا نطيب ونقول هادي انا درتها. بغيت زعما سوني جامي ترو تاخ. اذا كتفق معايا ملي كنقول لك السيده كتوقف كدوز تماره وبكل حب، ملي كتنزل داك الطبق كتكون فرحانه. الحق كل نهار صعيبه. لا كل نهار هي صعيب. كل نهار هو داك التمر كل نهار يكذب عليك الكذاب اللي بقى دابا تقول لك كل نهار كنوقف بنفس الوتيره. وكاين دي بلا اللي كيوجدوا غير في الفران فوالا هو هذاك. ولا بغات السيده تجمع ما بين هنا وهنا ما خصها تنسى عليا داك الحق. الطياب البلدي غادي نجي. لاله ياسمين طاجين ديالنا المغربي بالدجاج باللحم بالكفته بالحوت اسهل ما يكون. اسهل ما يكون. 4 ساعات ديال بريباراسيون، ساعه الا ربع كيطيب بسم الله. وهذاك نديروا لا فورماسيون من بعد. ميرسي بوكو لاله سلوى، كنشكرك بزاف.